الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، ثم أما بعد. أيها الحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم التوحيد في الصيام. الصيام كما تعلمون هو أحد أركان الإسلام العظام، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل لأجلها الإنس والجن، كما تعلمون في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادات، وخاصة أمهات العبادات أركان الإسلام، الغاية الأساسية منها هي تحقيق التوحيد، لأن الإنسان عندما يؤدي هذه الفرائض العظام إنما يعبد الله تعالى وحده، ومن خلال عبادته لله تعالى في هذه الأركان العظام تظهر معالم التوحيد ومعاني التوحيد. والصيام معالم التوحيد فيه كثيرة وعظيمة، ولا أحسب أن محاضرة يمكن أن تستوعبها جميعا، ولكنني سأشير إن شاء الله في وقت غير مطول إلى بعض هذه المعالم وبعض هذه المعاني المهمة. وأول هذه المعالم للتوحيد في الصيام هي إخلاص الدين لله تعالى، وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين يركز على أن المعنى المقصود والمطلوب في صيام رمضان وفي قيام رمضان هو الاحتساب لله تعالى، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا أبرز معاني التوحيد في الصيام، لأن الصيام بيختلف عن جميع العبادات الظاهرة. الآن نحن صلينا، المصلي نرى أفعاله ونسمع أقواله، يعني أمور ما لا مشاهدة محسوسة. ولذلك يعني أن يكون الإنسان أو عندما تحدث الإنسان نفسه بالرياء، أو عندما تحدثه نفسه بالسمعة، أو عندما تحدثه نفسه بطلب شكر الناس والمنزلة في وجوه الناس، ممكن يزين صلاته، ممكن يزين حجه ويجمله ونحو ذلك من أجل يعني ثناء الناس ورؤية الناس له. لكن الصيام لا يرى. هسي الآن بين الحاضرين ديل لو في واحد من ما أصبحت إلى الآن لا أكل ولا شرب، نقدر نحدد من بين الحاضرين نقول والله فلان ده شكل الليل إن هذا كله صايم؟ ما بنقدر. ليه؟ لأنه الصيام عمل خفي،
عمل خفي ولا يعلم حقيقته إلا الله. يعني الإنسان ممكن يأكل ويشرب وكده ويجي يظهر بين الناس إنه ماله صايم، والله الليل النهار ده صحار خلاص، وهو جالده كله ويقول شنو؟ جالده هاي ويقول حار، يوم ده صعب، يوم ده طويل، فما بنعرفه هل هو فعلا صادق ولا هو ايه كاذب. من الذي يعرف الحقيقة؟ من الذي يعلم الحقيقة؟ لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه الصيام عبادة يتجرد فيها التوحيد لله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام فعلا علاقة خاصة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقته ولا يعلم طبيعته إلا الله سبحانه وتعالى، ثم الإنسان نفسه إذا كان صائم أو غير صائم، صادق ولا ما صادق. ولذلك المقصود الصيام بيعلمنا إننا عباداتنا كلها وإن بين الصيام لا نطلب فيها شكر الناس، ولا نطلب فيها ثناء الناس، ولا نطلب فيها مدح الناس، ولا نطلب فيها الوجاهة والمنزلة في قلوب الناس، تبتغي فيها الأجر لله تعالى فقط، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشرك، ولما تكلم عن قبح الشرك، ولما تكلم عن رفضه سبحانه وتعالى للشرك، ركز على قضية تجريد القلوب لله. قلبك ده ما يكون فيه إلا الله، ما تريد بعبادتك إلا وجه الله، لا تريد إلا الله تعالى والدار الآخرة. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا أنت عملت عمل، العمل ده عملته لله ولفلان، هنا فلان ده بيقى شنو؟ فلان ده بيقى شريك. ما انت قلت عملي ده لا الله ولا شنو؟ ولا فلان. عملي ده لا الله ولا ناس مسجد عباد الرحمن. عملي ده لا الله ولا صاحبي فلان. هنا الله والمخلوق بيقوا ايه؟ شركاء. والله لا يرضى هذه الشراكة. بجماعة الشراكة دي الإنسان ما بيرضاها، المخلوق نفسه ما بيرضاها. هسي لو قلنا لأخونا: سيد التلفون ده منو انت؟ التلفون ده أنا شريك فيه، التلفون ده أنا شريك. ليه؟ شفتها؟ يا زول أنا أستاذك، كيف ما شريك يا أخي؟ بيرضى؟ ما بيرضى. ومن الطرائف يعني التي تحكى عن واحدة من النساء، بيتها كانوا بيعملوا فيه درس التوحيد. صلى الله عليه وسلم كان عندهم دروس الأسر في البيوت يعملون للنساء، وبعدين استمر فترة الدرس في البيت. بعد فترة زوجها تزوج عليها تانية، فقامت فرتقت الدرس ولخبطت الأمور كلها. قالوا لها: ليه؟ ده شنو ده؟ قالت لهم: انتوا لكم سنين تتكلموا الشرك الشرك الشرك،
الشرك من اليهود ذاته. هيدا هو الشرك في الدنيا. يعني دي امرأة، عشان كده المرأة دايرة راجل شنو؟ ده السلام اعمل حسابك. دايرة راجل لا براء، ما دايرة ايه مرة تانية تكون شنو؟ شريكة. ولذلك دي قالت الشرك يهودا. فالمخلوق لا يرضى الشرك ولا يرضى الشراكة، ودائما تجد الشركاء متشاكسون غالبا. ده إذا كان ده المخلوق رب العزة والجلال يرضى الشراكة لا يمكن. هو الذي خلقك وحده، هو الذي رزقك وحده، هو الذي سواك وحده، هو الذي أمرك وحده، هو الذي أعطاك كل شيء وحده. وبعد ده أنت تصلي لله ولغير الله، تصوم لله ولغير الله، الله ما يرضى عنك ولا يقبل هذا العمل أبدا. عشان كده رب العزة والجلال قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء ما بدون الشرك، وده يسمى قياس الأولى. فالله تعالى من باب أولى أنه لا يرضى معه شريك. عشان كده قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحذرنا من خطورة أن تشرك في عملك إرادة غير الله وابتغاء الأجر والثواب من غير الله، أجل الأعمال وأفضل الطاعات إذا كان الإنسان ابتغى فيها الأجر من غير الله أول من يعذبهم الله بالنار يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ديل قاموا بعبادات عظيمة، بعبادات جليلة. أولهم مجاهد في سبيل الله، جاهد وضع روحه في كفه وخرج بها مقاتل في سبيل الله وتحت راية صحيحة لا إله إلا الله، وقتل واستشهد. يوم القيامة يقابل الله فيعرفه الله بنعمته فيعرفها فيقول يا رب إنما جاهدت فيك. يقول يا الله أنا جاهدت فيك، أنا نصرت دينك، أنا حميت دينك. الله عز وجل يقول له كذاب. بالله عليك والله الكلمة دي محارة في الدنيا دي. كان البني آدم قال لك كذاب كيف؟ انت حتبقى صغير لو في زول ساكت كده قدام الناس انت تكلمت الكلام قال لك كذاب، يقول الزول ده دخلني في شنو؟ في اظافري. لكن بتدخل في اظافريك بعدين دخول جد، يعني ما في مروق. فيقول الله له كذبت انما جاهدت ليقال جريء وليقال شجاع فقد قيل. شوف ده عمل عظيم، عمل جليل. لكن الزول ده في قلبه ده شنو؟ في قلبه ده يشكره، يقول فلان ده أشجع زول، ده إنسان مقدام، ده إنسان جريء. والله أدى له في الدنيا، الناس مدحوه وشكروه، خلاص أخذ شنو؟ ما يريد، أخذ ما يبتغي، أخذ ما يطلب. يوم القيامة ما بيلقى حاجة، فيلقى في النار. والثاني منفق ومتصدق، وبرضه في رمضان عندنا الإنفاق والصدقة. وهسه نحن كلنا في المساجد الشيوخ والعلماء والدعاة يقولون يا جماعة أنفقوا نستقبل رمضان، نجهز رمضان. هو زي برنامجكم ده، الشباب دول جزاهم الله خير، في ناس واقفين معاهم بالإنفاق. أنفقت تريد من؟ تريد وجه من؟
تريد الأجر والجزاء ممن؟ ده أيضا يلقى الله تعالى فيعرفه بنعمته، فيقول يا الله إنما أنفقت فيك، أنا بنيت المساجد لك وأسست الخلاوة والمعاهد لك، وأنا يا الله أنفقت على الأيتام والفقراء والمساكين والمراكز الصحية والمستشفيات وكل أعمال البر والخير لك. الله يقول له كذاب، إنما أنفقت ليقال منفق، فقد قيل فيلقى به في النار والعياذ بالله. الثالث العالم وقارئ القرآن يقابل الله تعالى فيعرفه بنعمته، فيقول يا الله إنما قرأت فيك القرآن وإنما علمت فيك العلم، فيقول الله له كذبت، كذلك الله يقول له كذاب. إنما قرأت ليقال قارئ وإنما علمت ليقال عالم، فقد قيل. انت ده الشيء دايره، يشكروك يقولوا قرايه تمام، صوت تمام، علم تمام وغير ذلك، الناس ادوك الكلام ده، فقد قيل فيلقى به في نار جهنم والعياذ بالله. اذا ما المقصود العمل الظاهر في التدين والتعبد؟ ما المقصود العمل الظاهر؟ المقصود شنو؟ القلب. القلوب هذه خلصت لمن؟ هل خلصت لله أم فيها شوائب مما تريده النفوس؟ وده يا جماعة من أصعب معالم التوحيد في الصيام وفي غير الصيام. ليه؟ لأنه يا جماعة ده طبيعة النفس البشرية. طبيعة النفس شنو؟ البشرية. حسنا نادي الولاد ده، تعال يا ولد، اسمك منو؟ ها؟ منو؟ عبد الرحمن. منو؟ عبد الرحمن اللمين. عبد الرحمن، نشكرك ولا ننبذك؟ ها؟ شكروني قال لي كلامه كويس يا عبد الرحمن، والله انت زول تمام، انت ولد شاطر وفالح وزول محترم. شوفوا كيف صح؟ وده زول صغير. أسي كان جبنا أكبر زول عمره 70 سنة 80 سنة وشكرناه، الله يتنفخ لك نفخة، صح ولا لا؟ شكرا يا عبد الرحمن. أقعد. دي طبيعة شنو؟ دي طبيعة البشر. عشان كده هنا بتلقى الإخلاص صعب، داير ترويض، داير تمارين، والشيطان بيجي بحدثك. ولما تلقى لك كلمة كلمتين اتكيفت منهم تمشي شنو؟ ايوه الشيطان. ولذلك اذا انت وجدت شيئا من ثناء الناس وكلام الناس، راجع شنو؟ راجع نفسك وراجع قلبك وراجع صلتك بالله سبحانه وتعالى من اجل تجريد التوحيد لله تعالى، من أجل إخلاص الدين كله لله، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ونيتك دي ما بيعرف إلا رب العالمين. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المعلم الثاني من معالم التوحيد في الصيام الدعاء. فإذا كان العبادات هي الخلاصة والزبدة في التوحيد، والتوحيد هو زبدة النبوات والرسالات، فإن الدعاء هو خلاصة العبادة وهو زبدة الدعاء العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. العلماء قالوا الدعاء هو العبادة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يعني أنت إذا أول ركن أدركت في الحج عرفة
حجك تم، لأنه بقية الأركان يمكن تداركها. لكن لو أدركت جميع الأركان وفاتك الوقوف بعرفة ما عندك شنو؟ ما عندك حج. ولذلك الدعاء هو العبادة. ليه؟ لأنه يا جماعة الدعاء يظهر افتقار العبد لله، يظهر حاجة العبد لله. والله قال كده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تفتقر إليه. الله يريد منك أن تطلب منه. الله دايرك تحتاج له. الله دايرك ترفع له همومك وقضاياك ومشاكلك وتفاصيل حياتك اللي بتواجهك في كل ساعة وفي كل لحظة. يا جماعة هسه نحن أي زول فينا عنده هموم، أي زول فينا عنده مشاكل. لما الحياة دي تضيق عليك والمشاكل تتكاثر عليك بتعمل شنو؟ كده ساكت بالوضع الطبيعي العادي اللي بنسويه نحن. بتعمل شنو؟ تستعين بصديق، صح؟ ايوه ده الغالب. تقول والله يا شيخ عبد السلام ده صاحبي يا اخي، انا مشي اتونس من عنده واخفف على شنو؟ ايوه يعني نقول على شنو دي؟ افضفض. احسنت. تقول امشي افضفض عنده شويه عشان ننسى ايه؟ الهموم والمشاكل دي والحياه الضيقه دي. الفضفضه دي بدل تعملها عند صاحبك وزميلك وحبيبك وقريبك، الفضفضه دي المطلوب منك تعملها مع الله. تقوم في جلسة صفاء وفي جلسة خلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يا الله أنا عندي المشكلة الفلانية، يا الله فرج علي. يا الله أنا عندي الهم الفلاني حلوا لي. يا الله عندي الأمر الفلاني سهلوا علي. أي موضوع. وده يا جماعة واضح جدا في الصيام. أول حاجة آيات الصيام في سورة البقرة التي ابتدأت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في وسط قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الصائم لما نجي يفطر عندك 30 يوم، في كل يوم وقت الفطور عندك دعوة مقبولة 100% مستجابة 100%. بعدين عندك في 30 يوم وقت السحور دعوة مقبولة دعوة مستجابة 100%. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأصل الطبيعي في رمضان بنكون معنا مساهرين، خاصة الشباب ديل بيساهروا يسموها شنو؟ الصواحية، مش كده؟ لا الصباح ضمنا كشتينا مباريات كرة القدم ما بعرف شنو وإلى آخره. يا أخي أنت معله ده بس أخذ لك 5 دقائق بس
لما تجي تتسحر بس 5 دقائق دي خلها لمنو يوميا، بس قول ال5 دقائق دي حقت الله، ما في أي شيء تاني، وما توري بها أي زول. دار تتسحر بس وقت السحور ده خصص لك يوميا 5 دقائق فقط، دي خليها علاقة خاصة بينك وبين الله، عشان كل همومك وقضاياك ومشكلاتك في الدين وفي الدنيا تبثها لله، وشكوتك دي تكون لله. إذا تعودت تشكو لله، إذا تعودت تخاطب الله سبحانه وتعالى بقضاياك وهمومك ومشاكلك، بتنسى البشر، لأنه الله دايرك تفتغر له، الله دايرك ترفع حواجه له، وده كمال التذلل وكمال الخضوع وكمال التوحيد العملي لله سبحانه وتعالى. إنك أنت تعلم إنه ما في مفرج إلا الله، وما في قاضي للحوائج إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا يذلل العقبات والمشكلات والهموم والغموم إلا الله. والله أداك فرص كثيرة جدا، ده غير كل يوم في الصلاة، في الصلوات ال5، يعني يوم الجمعة، وأوقات في صلاة القيام، في غيرها، دي كلها أوقات يمكن أن ترفع فيها يديك، حتى لو ما رفعت يديك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، أن تخاطب الله تعالى، أن تقول يا الله أنا أريد كذا وكذا وكذا. ودي واحدة من يا جماعة من نقاط ضعفنا اليوم. زي نحن نتكلم على التوحيد، وبالذات التوحيد العملي، دي أبرز نقاط الضعف الآن عند المسلمين، وكانت من أبرز مظاهر القوة العملية عند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الواحد فيهم يقول لو انقطع شعث نعلي لسألت الله أن يرده علي. ماشي، سير النعال انقطع، قبل ما يكلم الناس يا الله اديني بديل، يسر لي نعال ثانية. جاء البيت لا لقى ملح ولا ملاح، قالوا كنا نسأل الله تعالى الملح والملاح. يا جماعة هسي في ناس كثيرين جدا لما نقول لهم رمضان باقي منه 10 يوم بيشيلوا هم، صح ولا لا؟ بيشيلوا هم. رمضان ده داير مصروفات كثيرة، ولذلك هسي في كثير من الناس يقول لك يا أخي والله الأيام ده لازم أعصر شوية. عشان شنو؟ عشان أوفر لي قرشين 3 لرمضان، عشان أدبر إيه؟ مصروفات رمضان. داير كركدي، وداير العراديب، وداير قنقليس، وداير العصيدة، وداير البليلة، وداير التمر، وداير 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 وداير، صح ولا لا؟ ما في مشكلة. لكن أنت ممكن تسأل الله سبحانه وتعالى، تقول يا الله أنا رمضان جايني، يا الله أنا داير التمر، في عيب الكلام ده؟ داير الكركدة، داير القنقليس، أسأل الله أي حاجة، أي قضية. داير الجنة أسأل الله، داير النجاة من النار أسأل الله، داير ربنا يسهل لك المصروفات اليومية في شعبان وفي رمضان وفي أي وقت أسأل الله. أصلا ما تجعل بينك وبين الله حاجز، ولا تجعل بينك وبين الله حياء، لا بل بالعكس. الله سبحانه وتعالى يحبك إذا كنت عبدا ملحاحا. عشان تشوفوا كمال الله وجلال الله وعظمة الله وضعف المخلوق وسوء الشرك وقبح الشرك. انت اذا سألت بني آدم، سألت مخلوق وكترت عليه من السؤال، بيزعل
بيغضب. هسه بالذات الإخوة الآباء ديل، لو الواحد فيهم عنده ولد ولا بنت بتتلحوا، عندك ولد بتتلحك أو بنت تتلحك، يا أبوي الموضوع الفلاني وينه؟ يا أبوي دايرين الشاي، يا أبوي دايرين حق السكر، يا أبوي دايرين حق اللبن، يا أبوي دايرين مصاريف المدرسة، يا أبوي الكلام ده 10 نداءات في 7 دقائق ولا 5 دقائق. يعمل شنو؟ تحصل شنو؟ يا جماعة بصراحة كده. أيوة يا ولد كرهتني يا أخي. أي إنسان كده لو كان صالح ولو كان طالح. وأنا ده هذا اللي قدامكم ده لو عندي طفل كتر الكلام ده ما بخليه. ما ده طبع الإنسان كده عشان ما تتغشى. ما في ابن آدم لو بقى أصلح الناس تكتر عليه من السؤال ده لو كان حي، فكيف إذا كان ميت؟ تبقى دي مشكلة ثانية. عشان كده الشارع قال لك لا تسألن ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأله يغضب. لكن مع الله يا الله أسألك الحاجة الفلانية، يا الله أسألك الحاجة الفلانية، يا الله أسألك الحاجة الفلانية. بين كل ثانية وثانية أسأل الله. الله يحبك ما بيطردك. إن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد الملحاح. إن الله يحب شنو؟ العبد الملحاح. ليه؟ لأنه أنت لما تقول يا الله أديني كده، 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 الله يعلم إنه أنت ما عندك جهة إلا منه إلا الله. والله يعلم من سلوكك وفعلك أنك مفتقر إلى الله، وأنك متذلل لله، وأنك خاضع بين يدي الله، وأنك منكسر لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تطلب شيئا، لا تبتغي شيئا من غير الله أبدا. عشان كده العلماء قالوا الله سبحانه وتعالى عشان يحببنا في السؤال وفي الدعاء، جواب على كل الأسئلة في القرآن. يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. لكن هنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جاءت الإجابة مباشرة من الله سبحانه وتعالى بدون قل، ليبين الله سبحانه وتعالى قربه. ما أنا هسي زي ما قال أخونا ده لو دار أمشي أفضفض مع الشيخ عبد السلام ده بقطع عليه مشوار عليه اللي قال فيه 7 دقائق من البيت عشان أحصل إيه في مسجد عبد الرحمن. لكن أنا إذا دار أشكو لله وأبوس همومي لله داركت عليه مشوار. أيوة قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء لا دار تقطع مشوار ولا دار تعب ولا دار معاناة ولا فقط دار منك لسانك ده تحرك وتقول يا الله أعطني كذا أي شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يقول وقال ربكم ادعوني أحرمكم، ادعوني أمنعكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا جماعة ولله تعالى المثل الأعلى. لو قلنا لكم الآن رمضان جاي وطلع إعلان رسمي من تاجر غليظ من التجار الغلاة نضرب بهم مثلا عباد الرحمن دي فيها تاجر غليظ أسامة داود. طيب أسامة داود عمل إعلان
قال أيها الشعب السوداني، الليلة التي تسبق رمضان الساعة 3:30 أنا حأظهر في ميدان الحرية، وأي سوداني يصني ويقدم لي طلبه مشكلته محلولة. 3:30 صباحا. اللي بيحصل شنو يا جماعة؟ يكونوا فوق بعض. ايوه، يقفوا صفوف ويعملوا علامات. ايوه، مين هسه؟ يا جماعه اسامه ده غنيان لكن غناه ماله محدود. ولو عنده رحمه، رحمته محدوده، لكن رب العزه والجلال غناه مطلق. ولهذا الله قال وربك الغني ذو الرحمة. وفي الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي. شوف النداء ده من الله، ما من أسامة داود ولا من تاجر ولا من غيره، من الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني، البشرية دي كلها اجتمعت في ميدان عام وسألوا الله، أي زول سأل الله حاجته، داير عمارات، داير سفارات، الدائر طائرات، الدائر زوجات، الدائر أبناء، الدائر بنات، الدائر أموال، الدائر قصور، الدائر يعني دور، الدائر يعني بسط فرش، الدائر أي زول إيه، الدائر ذهب، الدائر فضة، أي زول قال حاجته. والله سبحانه وتعالى أعطى كل بني آدم حاجته. قال الله سبحانه وتعالى لا ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني هسه أسامة داود لو عمل الإعلان ده وجو الشعب السوداني كلهم كل زول بقضيته وحل لهم مشاكلهم، بيفلس ولا ما بيفلس؟ طوالي ثاني يوم بيعلن إفلاسه. لكن لو وقف الناس جميع الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى وأعطى الله تعالى كل بني آدم حاجته لا ينقص إلا زي الإبرة. قال إذا أدخل في البحر، شوف الإبرة في البحر وشوف السلة دي أغلط من الإبرة في كوباية الموية دي ولا أي حاجة. جل جلاله غنى مطلق وغنى تام ورحمة عظيمة. فلذلك ده من المعالم المهمة جدا. والدعاء ده يعني لو أنا دار أتكلم عليه بلا ودار له محاضرات. وما يتصل بالدعاء ويتصل بمعالم التوحيد في الصيام سعة رحمة الله. وسعة رحمة الله والإيمان برحمة الله هو جزء من الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ومن أسماء الرحمن الرحيم، ومن صفاته صفة الرحمة. والله قال وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ورحمة الله سبحانه وتعالى في رمضان ظاهرة. ولذلك في رمضان في الصيام ما بتلقى زول صائم بيحمل هم للفطور. كان غنيان ما بتحمل هم، وكان مفلس ما عندك ولا هسه بيقولوا على شنو؟ التكتح ما في. زمان بيقولوا التعريفه ولا هلله، هسه ما في، ولا في تعريفه ولا في هلله. الريال الجنيه بحديده ذاته يبقى ما في، عشان يضربون المثل. ما عندك اي حاجه، مقشطه معاك ورا وقدام،
وانت صايم وفي البيت كوبايه مويه زرقاء زي دي ما في، انت ما بتكون شايل هم للفطور، صح ولا لا؟ ايوه، لانه بس ان طلعت ساي كده، ما طلعت من بيتكم عامل ماشي اللفه من هنا لللفه ايوه، بتفطر وممكن تشيل معاك حل العشاء ذاته. اليقين ده جا من وين؟ اليقين في رمضان ده انه نحن ما عندنا اي مشكله، ما بتلقى زول اصله شايل هم نهائيا انه الليله حيفطر ولا ما حيفطر نهائيا. يقيننا بيصل يقين ابنائنا ديل، هسه اولادنا ديل. هسه نحن سالنا عبد الرحمن المره دي، نسال الولد ده اسمه منو؟ عبد الرحمن برضه. عبد الرحمن انت شايل هم للاكل والشراب؟ يا زول مالك هم يا اخي نحن ولا انك شايل هم، ما شايل هم، شايل انه ما شايل. ايوه ما شايل هم، متاكد انه شنو؟ بياكل، متاكد بكره حيشرب الشاي ويفطر والى اخره. اليقين ده لانه الان القلوب ماله فانا ديل قلوب مالها نظيفه. شكرا يا عبد الرحمن. لكن نحن قلوبنا اعتراها الخوف والهلع والجشع والطمع، عشان كده بنكون هامين. ولذلك في الصيام الله سبحانه وتعالى يلقي على القلوب اليقين. ليه؟ لأنه رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى تزداد، ولأنه نحن برضو صلتنا وعلاقتنا مع الله معنا بتتغير. يا جماعة حتى لو مشيت في تقارير الشرطة يقول لك في رمضان تقل الجرائم بل تكاد تنعدم. جرائم شنو؟ ما في. هسه هنا في الشارع ده، شارع الشيخ النزير ده، في عرقي وفي شنو وفي شنو، هذول اللي ما عارفين شايفين. لكن في رمضان بتلقاه ما في، ولا في زول بيحارب، ولا في زول بيقول لنا يا جماعه الكلام ده كده ولا كده. براهم بيقفلوا. اذا الجرائم بتقل، المعاصي بتقل، الصله بالله بتزيد، طلب رحمه الله بتزيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلقي على القلوب وعلى النفوس الطمأنينة، اليقين. عشان كده تلقى الناس مطمئنين مستكينين، صلتهم بالله تعالى عظيمة. وأي بني آدم والله أي زول فينا، وأنا جربت الكلام ده في رمضانات كثيرة، من تاني يوم تلقى أمورك ظبطت، والحاجات اللي كنت التوقعات كلها تلقاها مالها زالت. كل التوقعات تقول والله خايفين من كده، والما بعرف السكري بيحصل بكم، والزيت يحصل كم، والبلح يحصل كم، والبليلة تحصل كم، لكن تلقى الأمور مالها مشت وتيسرت. ومن تاني يوم في العيد ترجع تاني الحال لشعبان، لأنه انت رجعته. الله هو الله، الله سبحانه وتعالى لا يتحول، لكن الذي يتحول نحن. الله رحمته هي رحمته، وعلمه هو علمه، وحلمه هو حلمه، وسمعه هو سمعه، وبصره هو بصره، ورزقه هو رزقه سبحانه وتعالى. لكن الذي يتغير من؟ نتغير نحن. نفوسنا في الصيام تتغير في الاتجاه الصحيح، ولذلك تزداد سعة رحمة الله لنا. وفي غير رمضان تضيق هذه النفوس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة في بما كسبت ويعفو عن كثير. والله يا جماعة الخير اللي عندنا ده رحمة من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. لكن لو الله سبحانه وتعالى عذبنا وحاسبنا
بما نرتكب من جرائم ومعاصي وموبقات والله لتعبنا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ابن كثير ده يعني يدخل برضو فيما سبق في الدعاء في قصة النمل في سورة النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال خرج سليمان عليه الصلاة والسلام ليستسقي بقومه فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافع أقدامها إلى السماء. يا رب يا الله نحن خلقا من خلقك فلا تمنعنا بذنوب عبادك فضلك. وسليمان عليه السلام لأنه علم منطق الطير يفهم كلام كل المخلوقات قال فقال لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ولذلك من معالم التوحيد في الصيام أن نعلم أن الله تعالى له أسماء حسنى وله صفات علا، وهذه الأسماء وهذه الصفات عندها آثار في المخلوقات، عندها آثار في المخلوقات. ولذلك آثار أسماء الله وآثار صفات الله سبحانه وتعالى تظهر في رمضان وفي الصيام بكثرة الخير، كثرة البركة، كثرة الرحمة، كثرة النعم، كثرة العطاء، كثرة التعاون، كثرة البر، كثرة الإحسان. ده كله بنلقاه شنو في رمضان. تلقى زول مقاطع أرحام وفترة في رمضان يصلهم، تلقى زول ماسك جيبه فترة في رمضان يفك، تلقى زول ما بيصلي في رمضان يجي كمان يحافظ على صلاة التراويح. ولذلك تشوفوا مسجدكم ده في رمضان صلاة التراويح يتملي فل رجال وشنو ونساء. ثاني يوم في العيد تلقى فاضي. دي آثار أسماء الله وآثار صفات الله سبحانه وتعالى. من معالم التوحيد في الصيام ودي بيختم بها الكلام الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب لأنه الصيام الأمور كلها فيه أمور شنو غيبية لا ترى ولا تشاهد. والله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وإما رزقناهم ينفقون. والله سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال إن الذين هم يعني في آخر في وسط الصف نهاية الصفحة الأولى يا شيخ عبد السلام إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. شوف كبير دي واحد من العلماء قال كبير لما الله يقول كبير الموضوع ده معلوم كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وفوق المغفرة شنو أجر كبير أجر عظيم لا يعلم مداه ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي الكرام شهر رمضان والصيام عبادة جليلة وعبادة عظيمة ترتبط بها معالم كثيرة من معالم التوحيد ومن معالم الصلة بالله سبحانه وتعالى. والكلام يعني طويل لكن أنا لا أريد أن أكثر عليكم الكلام، لكن إن شاء الله إذا ربنا أحيانا وأحياكم ويسر الله أمرنا وأمركم نلتقي إن شاء الله في شهر رمضان في كثير من هذه المعالم حتى نستكملها إن شاء الله جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه ويعيننا على قيامه ويعيننا على شكره وحسن عبادته.
اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم جميعا ويتقبل من شباب هذا المسجد هذا الجهد المبارك وهذا السعي المشكور، وأسأل الله تعالى أن يكتبه لي ولهم ولكم جميعا في موازين حسناتنا وأن يتقبله منا جميعا. شكر الله لكم هذا الحضور وهذا الصبر على هذه الكلمات التي أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.